السلام عليكم جميع متابعين ومتابعات قناة وذ أم نسيم. كيف دايرين؟ كيف الأحوال؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، نتوما والعائلة ديالكم والأحباب ديالكم. لا مهم العائلة هما الأحباب والوليداتكم إن شاء الله. مهم واللي مريض إن شاء الله الله يشافيه، الله يشافي الجميع المسلمين يا رب، واللي كيتمنى شي حاجة ربي يحققها ليه. واليوم على بركة الله فيديو، في هذا الفيديو غادي نشارك معكم واحد الوصفة خاصة في جهة الشرق. يعني معروفة هنايا في جهة الشرق عند بركان، الناس بركان والنواحي السعيدية، مهم هاد النواحي والناس ديال وجدة حتى هما النواحي ديالهم، يعني معروفة كيديروها. هاد الوصفة هي اللي هي تاقنته اللي معروفه هنايا كيديروها في عيد المولد النبوي. كنحضروها ضروري ما كتحضر هاد التاقنته، يعني في عيد المولد النبوي هذه عندهم عاده كيحضروها، وكنحضروها كذلك حتى في 3 ايام ديال النفيسه. ضروري من التاقنته اللي كتكون حاضره في 3 ايام هكا مع البركوكاش ومع الزميطه والسلو، المهم الحلوه. المهم هادشي كتكون التاقنته ضروريه بعد. وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد التاقنته. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وطريقه كيفاش كنتناولوها بالتمر، اما كناولوها يعني كنتناولوها بالتمر بهذا الشكل، او كاين اللي كياكلها بالخبز يعني في الايام العاديه. يعني التمر ملي كتحطيها هكا في المناسبه ديالها في 3 ايام كتحطيها هي وكتحطي معها التمر. في عيد المولد النبوي كنحطوها مع التمر، ولكن هكا في الدار مع وليداتك ماشي ضروري كديريها مع التمر. كاين يتناولوها مع الخبز، كاين كل واحد وكيفاش. كاين اللي ياكلها بالمعلقه بحال اللي كناكلوا سلو. المهم كتجي رائعه في المذاق صراحه، كتجي بنينه، كتعجبني انا شخصيا ودرتها لوستي وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد لا فيديو. نتمنى ان شاء الله تقبلوا عليا. فالمقادير ديالها ساهلين، يعني ما فيهاش شي مقادير. كنحتاجوا اول حاجه غير زيت نباتيه العاديه، وكنحتاجوا الفرينه. هذا كمكونات رئيسيين، وكيضيفوا معهم جنجلان والكاوكاو، او كاين اللي يقول القوقاو، فحنايا في بركان كنقولوا القوقاو ما نقولوش الكاوكاو. المهم درنا الزيت في كوكوت، هكا كوكوت اللي كتكون هكا ثقيله بهذا الشكل. كنديروا الزيت النباتيات تقريبا هنايا استعملنا شي يطرو ديال الزيت. فانا ماشي انا اللي درتها، يعني ما كنتش ناويه انني اصلا لا نصورها لا والو. مادام شفت لوستي كديرها قلت واش نصورك، يعني ماشي مشكل. قالت لي صوري ماشي مشكل. ايوا صورتها راني نبارطاجيها معكم. يعني ما درناش المقادير بالضبط حيت هما كيديروها عينهم ميزانهم. ومهم تقريبا يطرو ديال الزيت على حسب الكميه بغيتي بزاف. حنايا ما درناش شي كميه كبيره، هي درت غير كميه على حسب هكا، يعني غير في عيد مولد النبوي مع العائله وصافي. كديري يطرو ديال الزيت مع الفرينه، كنكبوا الفرينه كما شاهدتوا معايا. كنبقاو نخلطوا بهذا الشكل. ضروري من التحريك يعني مستمر، ما نوقفوش بالتحريك باش ما يلصقش لينا، ما تلصقش لينا الفرينه في القاع ديال الكوكوت وباش ما يتحرقش عاوتاني. المهم كنستمروا بهذا التحريك، يعني الاحسن نحركوه بالمعلقه ديال الخشب، ولكن ما عرفتش حتى الاخر لحظه ما جبرناهاش فاستعملنا غير هذه الديباناج وصافي. المهم تستمروا بهذه الطريقه. فكمي كنحركو كيطلع، يعني كيوصل لواحد درجه الحراره هذا الشكل ديال الغليان، كيولي الفرينه ديالنا على هذا الشكل. يعني ما كتكونش خفيفه بزاف وما كتكونش ثقيله، يعني تكون شويه شاده راسها، حيت مع الوقت مع الطياب كتزيد كتجرى هذيك الفرينه، كتزيد كتخفاف. ما تخافوش منها، واخا كانت خفيفه هكا بهذا الشكل صافي من بعد عاد تقال حتى تبرد. كنخليوها على النار مهيله فوق البوطه الصغيره. فاحنا درناها الفوطه الصغيره هكا كتجلسي على خاطرك، حيت هي كتاخذ شويه الوقت. ضروري ما كتكوني جالسه، يعني بنادم جالس على خاطره، ماشي كتكوني واقفه هكا فوق البوطاجي، كتجيك شويه صعيبه، كتاخذ لك الوقت وحتى الرجلين كيعياو. من بعد ما حصلنا على هذا اللون كنبقاو مستمرين في التحرك بهذا الشكل حتى نحصلوا على هذا اللون. كاين اللي كيديروها عاد شويه غامق عليها، كاين اللي كيديرها فاتح عليها. فحنايا هذا اللون يعني مزيان، ماشي محروقه، ماشي ما خاصها طياب، يعني عادي. ومن بعد ما كنحصلوا على هذا اللون كنحطوا الكوكو ديالنا جانبا، كنحطوها من البوطه، كنحطوها في الارض جانبا، وكنضيفوا عليها الاضافات. فكاضافه الاولى اللي كنضيفوها هو السكر كلاصي، اي السكر الثقيل. كنضيفوا الكميه على حسب الذوق. كاين اللي بغى الحلاوه يضيف شويه اكثر، اللي كيبغيش الحلاوه يدير على حسب الحلاوه ديالو. وضفنا كاضافات كذلك الجنجلان اللي
مهرمشناه والنص خليناه هكا حبوب، وكنضيفوا كذلك القوقاو اللي مهرمش، ويعني يبان في يعني يبان في التقنته. وكنضيفوا كذلك اللوز اللي نص مهرمش، يعني ماشي مطحون، مهرمش. وخلينا بعد يعني شويه واحد الكميه خليناها هكاك يعني حبات، خليناهم هكاك حبات. وكنخلطوا جميع المكونات ديالنا بهذا الشكل. صافي ها هي التقنته ديالنا واجده. فهي يعني سهله في التحضير ديالها، غير كتاخذ الوقت في التحريك ديال هذيك الفرينه مع الزيت. كنخلي يعطيو لها يعني يعطيو لها الوقت، ونستمروا في التحريك هكا باش ما تحرقش لينا الفرينه. ومهم كنحصلوا على هذا اللون بهذا الشكل. وكاين اللي يعني ما كيبقاش بزاف، يعني يبقى عادي يحرك الفرينه مع الزيت وكل شيء، كيحمص داك الفرينه. كنحمروها، يعني نحمروا الفرينه الاول. كاين اللي كيديوها الفران ديال الحومه، بحال حنا عندنا الفران ديال الحومه كنديو الفرينه كتقولوا له الحساب تاقنتها، يعني ما كيحمرهاش بحال اللي غادي ديري سلو. كتجي شويه ديك الفرينه ماشي محمره بزاف، يعني شويه باش كتزيدي لها غير واحد شويه في الزيت. يعني في هذا الشكل في كوكوط كنخليوها تحمر غير واحد شويه، صافي كنحطوها جانبا. ولكن انا احسن كتجيني النسمه ديالها زوينه وكل شيء من احسن، يعني هاد الطريقه العاديه التقليديه اللي كانوا يستعملوها يعني مش شحال هذه. وضفنا اللوز، يعني ها هو اللوز خلينا بعض الحبات هكا وافيين باش يبانوا في تقنته هكا. من بعد كيبانوا حبات بلا راكي درتي اللوز. وكاين اللي ممكن ديري مكسرات اللي بغيتي، وممكن اللوز ما ديريش، يعني ماشي ضروري. هي اصلا هاد الوصفه ما كيستعملوش فيها اللوز، غير يعني غير اضافات وصافي. شحال ما زدنا بنادم يزيد المكسرات كتجي حاجه بنينه. والمهم هي الاساس ديالها كيكون فيها الجنجلان والقوقاو والسكر كلاصي حسب الذوق. حتى الاخير وذوقوا واحد شويه وشوفوا، لا بغيتو تزيدوا السكر تزيدوه، ما بغيتوش لا يجعل البركه. مهمه هي تقنته ديالنا من بعد ما خليناها ليله كامله وهي كترتاح. صراحه كنخليوها في كوكوط، ما كنخليوها الليله كامله، ولا درناها في الليل كنخليوها حتى الغد ليه عاد كنحصلوا عليه لهذا الشكل. كنتلاقاو داك الزيت طلعت الفوق وديك يعني داك الخليط يعني لتحت. وكنخلطوا في كوكوط مزيان، كنعاودوا نحركوا مزيان، وتما كعاوتاني تذوقي شوفي واش ديك النسمه هي هذيك، واش تزيدي شي سكر ولا ما تزيديش. ومن بعد كنضيفوه فكنديروا في سبيره اللي غادي يعني نخليوها فيها بهذا الشكل. صراحه كيجي الشكل ديالها على هذا الشكل. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. فكما قلت لكم صراحه كتجي بنينه، تستحق اننا نديروها هكا في الاعياد، في عيد مولد النبوي، ممكن في 3 ايام، ممكن ديروها حتى في داركم هكا لوليداتكم، علاش لا. وكانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم واستفدتوا بها. وما تنساوش اللي مازال ما اشتركتش في القناه تشترك، اللي كتشاهد الفيديو اول مره تدخل القناه ودير جيم الفيديو وتبارطاجي مع الاحباب والاصدقاء، ودير الاشتراك للقناه هكا باش كيوصلها كل ما هو جديد. ومرحبا بكم بالتعليق ديالكم بالاراء ديالكم. مهم اي وصفه بغيتوها نشاركها معكم مرحبا والف مرحبا. ونتمنى ان شاء الله يكون الفيديو خفيف ظريف عليكم. والى الملتقى الى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. خليتكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، أنسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهاب لما شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلاما على من يشكر. لما تذل نفسك قل يا ربي يا معز،
فإذا بك تنهي وتأمر كريما لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا غفار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. لما تنام حزينا قل يا ربي يا سميع، تكبر وحزنك يصغر يغير لا يتغير. لما تجف روحك قل يا ربي يا رحمن، سترى السماء تمطر رزاقا لا يتأخر. لما يكسر قلبك قل يا ربي